بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات، معكم توجور أم زينو طرازة العنبية على الماشينة الصناعية. نخدم الشعرة أولا مجبود الحر على كل أنواع الأقمشة، ساتان دو شاز، البروكار، لا كريب دو شين، ساتان نورمال. هنايا معايا اليوم باش تشوفوا كيفاش نطرز قندورة. لاكولور تاعها جايه غاز. المجبود توجور نخدم في الماميلون ا2. نشوفوا مليح هدية القندوره راهي ثقيله 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 ياسر. هنايا الرقبه راني كملتها وراني حكمتها بالمساسك باش ما تطيحليش القندوره في الارض تخمج لي. ودركا راني في الجره اللي جايه جست مع الفم تاع المحزمه، ها هي وين، ونهبطوا نديروا لها الشوكات. طريقه الطرز سهله كيما شفتوني. نخدم ما ندور لا قرقه في دوره كبيره لا والو، لكن نعتمد في الطرز تاعي على العراض. شوفوا بحيث الدوره تجي ولك وكانك دورت هذيك الدوره الكامله. نتمنى ان شاء الله راحين تستفادوا البنات من هذا الفيديو، ونخليكم مع طريقه الطرز. البنات نبداو دركا في طريقه الطرز. شوفوا مليح المجبود. هذه لا مارك ماميلون في الA2. المحل اللي نشري منه ديما الخيط تاع المجبود ولا تاع الشعره مقابل السمش، يعني محطوط في الفيتخو مقابل السمش، بحيث الرطوبه ما كانش خلاص، يعني يمشي ما شاء الله. طريقة الطرز سهلة بدون تدوير قرقاف، فقط عندك تلعبي شوية بالعراض. راني نخدم بالعراض هنا. هدية نص قلب، يعني منجل على شكل نص قلب. طريقة الطرز سهلة خلاص البنات. هنايا الرشمة يعني رشمتها مولاتها، وما كي ما بانتش عودتها انا هنايا بالاقلام الشمعيه. انا عندي الاقلام الشمعيه مجموعه كبيره، عندي كل الالوان. هنا استعملت نفس اللون تاع القندوره، شويه في الموف فقط. هنا هدية الطرز تاع الوردة بدون تدوير القرقاف. هادو البيتيلات تاعها سهلين خلاص، بدون ما دورت القرقاف دورة كبيرة، فقط يعني استعملت العراض نفتح ونغلق نرقق. هنايا هاني نخشن كي نهبط الرقق، وهكذا طرز ولا أسهل. مش هي كل حاجة ميكرو 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 نخدمو حتى بلا ماشين اندستريال، نخدمو خدمة الميكرو وتجي ساعات أحسن منها، لأنها متقونة. خاصة لما تخدمي تراساج الأول، يعني ديري الطريق الأولى من بعد تعاودي الطريق الثانية، والله يخرج لك المجبود وكأنه مخدوم بمجبود الفريدة. الفريدة اللي يعني نفردوها على الجلد ولا على الكاغ اللي تخدم بهذيك اللبرة اللي اسمها اللشفة. خدمناه هنا في قسنطينة وفي عنابة. تقليدي جزائري حر، لباس تقليدي. العرايس تاع عنابة وقسنطينة كل يتصدروا به. لهنا كيما القندورة دي راهي مجبود وتبان مجبود باليد، يعني مجبودة فريدة اللي ما عندهاش باش تخدم. هي قندورة ثقيلة تاع 10 ملاين بالفتلة، تخدم هدية وتعمرها بالكريستال والسنسلة، يعني ليزاست خاص هذوك الحرين، ويعني توقفها توقيفة عزيزة، وتعدلها كمامات من قماش تليجة ولا الدالية هذيك. تتصدر فيها والله تجي تهبل قندورة كيما هادي. طرز وتعمار وتحطها في الفيترينا ما تطيحش من 4 ملاين 5، خاصة لما تكون مشرجية مليح، يعني ومشرجية باليد ماشي باللصقة ولا بديك البيستولي بالسيليكون. خدمة لازم تكون خدمة نظيفة ومليحة. هذه القندورة تاع العروسة، ما نعرف راهي تشوفها ولا لا، كي نهبط الفيديو ما نعرف تشوفها ولا لا. وش تقول عليها، راهي شارجي. شوفوا الشوكة راهي طالعة حتى للفم تاع المحزمة. هذه فيها 8 شوكات، 4 كبار و4 صغار. كي تكمل رايحين ان شاء الله تشوفوها كاملة. خدمت منه الموديل هذا، خدمت منه في البلو غوا، خدمت منه في الغاز، خدمت منه في النواغ.
في لورانجي خرجت مليحة ياسر في لورانجي. الخدمة ديما على ساتان دو شيز تخرج ملاحة، وحتى في القطيفة تخرج ملاحة. أختك غير من الفوضى لأنها تتقطع كي تبيكي كيما هكا بالإبرة كي تطرزي تتقطع القماش تاعها. القطيفة جابونيز ملاحة دان جابونيز، والقطيفة الألمانية كيف كيف تانا ملاحة. شوفوا الخدمة بالمجبود البنات والله فيها متعة، خاصة لما يكون متقون البنات. هنايا القرقاف السيدات اللي يسألوا ياسر على كي يخدموا الطرز على القطيفة تقعد لهم لمارة، ما كاين حتى مشكل انك تدوري سكوتش لصقة تاع سكوتش على القرقاف كامل، يعني الطارة الاولى والطارة الثانية تدوري عليها سكوتش وتخدمي، ما كانش خلاص الامارة تاع القرقاف يعني تقعد لك على القطيفة مرسومة على القطيفة. وهذه تقنيات يا البنات صافي لونطون دي زاني نخدموا بها. دوري عليها سكوتش فقط، لا ديري لا القماش لا والو، ديري طرف تاع سكوتش لهوتيه كامل داير ساير على الطاره الاولى والثانيه واخدمي. تخدم لك ما شاء الله. والقرقاف كيف كيف مش راح يزلق. هنايا العلفات استعملت العراد باش خدمت العلفات. ان شاء الله البنات راكم تستفادوا واستفدتوا ان شاء الله من الدروس اللي كنت نقدمها لكم. كاين ياسر البنات اللي دركا راهم يخدموا والحمد لله بداو بالطابليات تاع الكوزينه، وبداو باللي سيرفيس تابل هذوكا لي ناب ولي سيرفيات ولي سيرفيات تاع علب الحلوى، وراهم يخدموا دركا والحمد لله. نتمنى ان شاء الله خدمتي تعجبكم البنات. مرحبا بكم العرايس، اتصلوا بيا وانا في خدمتكم. ام زينو الطرازة العنبية دائما معكم. مشاهدة طيبة.